نعم عزيزي المشاهد، ها قد عدنا من غياب دام أكتر من 3 أسابيع من غير صناعة أي محتوى. رجعت لك بقى إيه؟ مش بأي حاجة طبعا. يا ما جاب الغراب لامه. رجعت لك بلعبة أكشن ار بي جي على ما أظن، مش عارف بصراحة. عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. بس هي نفس ستايل البيكسلز بتاع آخر لعبة بعتها، اسمها إيه؟ دارك رايز. دارك رايز دي بقى برنس عبارة عن إيه؟ Let's go into it. البتاعة دي مش عارف احطها فين. حطها في طين. بصراحة انا بستخدم كل الاماكن دي، تعالى احطها هنا. بص يا معلم، قبل ما نبدأ ونعرف اللعبة فيها ايه، اللعبة فيها 4 شخصيات. اول تاني تالت رابع مرشدين. فيها الواريور واللي اسمه دايروس، مش من عندي والله، هي الاسماء كده. في ماتيلدا الميج، الماركسمان او الارشر ماي، و ده انا مسميه كينج بصراحة، بس هو اسم الشخصية نفسه راجيو. تمام. ده الاساسن عامة. انا اخترت راديو ليفل 131، ده انجاز لان بقالي كتير قوي بلعب اللعبة. ماشي. لعبة عبارة عن ايه يا برنس؟ كل اختصار، انت الشخص اللي مش باين له ملامح ده، في 3 ملوك مفروض تقتلهم. تمام. واحد هنا اسمه The Exiled King، موجود في حتة اسمها ال Ancient Fortress، وواحد هنا اسمه Skeleton King، برضو ما تفهمش ازاي اسم في ال Lost Soul Graveyard. والتالت هنا اللي هو ديسكري يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. كريتد فيلد، موجود جوه الهاي ديمون. يعني طبعا الفاست ترافل مفتوح على طول، مش محتاج التاور العبيط اللي هناك ده. تعالى مثلا ننط لمنطقة زي جورن مثلا. خد على الفيتل مع نشوة فتي، ماشي. خد على البينفul. طبعا ده هيكون ايزي. طبعا زي ما قلت لك عزيزي المشاهد، كل واحد من الشخصيات دي عنده سكيل معينة. تمام. او سكيلز معينة بتلاقي فين هنا الاكتيف سكيلز. كل دي سكيلز عند المعلم راديو، انا ما بحبهاش خالص. بستخدم 4 اللي اقدر استخدمهم، بس بعتمد عليهم بشكل اساسي. يعني مثلا لو الانمي عنيف بروح بعمله دي واحدة. دي نفس الفكرة بس بشكل مختلف، وده مش ابطأ. انا مش فاهم انا بشرح ليه، يعني هو مش محتاج شرح، بس هي اللعبة انا بس ايه كده بعرفك عليها. لكن لما اوديك بقى لمنطقة تقيلة، تمام، هتندهش من الجيم بلاي اللي ممكن يطلع من لعبة زي دي. لو سألتني ايه اللي قام تاني ده، انا اقولك ان انا معرفش بصراحة، بس هو المفروض ان هو دارك سول او حاجة زي كده، بتموت وتقوم تاني لانها سول. ايام جوزيه مورينيو. زي السكيلتونز دي اغلبهم بيموتوا ويقوم تاني. شفت؟ تقوم تاني ليه؟ ما تخليك ميت، ده انت غبي. تعال ناكل. طبعا الاكل ده بص بيديني بفات، يعني الفلفل اللي انا لسه هاكله بيديني حاجه اسمها هيست، او لا الاتاك سبيد يعني من الاخر. تمام. ف انا عامه لما باجي العب براجيو بعتمد بشكل اساسي على الاتاك سبيد، وهوريك ليه دلوقتي. لان السكيل اللي بتخليني اختفي invisibility، بتديني موفمنت سبيد واتاك سبيد، وده اصلا سر الدمج بتاع راجيو. بعيدا طبعا عن السكيلز اللي انا اكتشفتها مؤخرا، قادرة على انها تجيب البتاع المقرفة دي وان شوت. طيب enough playing like kids، عشان احنا ايه وراها شرح مهم اعمله. يعني بص، مبدئيا انت ليك الايتمات دي زي ما انت شايف كده. في مرحلة ما يبقى مسموح لك ترصع الايتمات بجواهر واحجار زي دي كده مثلا. بص بقى يا معلم، انت عندك هنا شجرة سكيلات.
انت بتقعد تربطها ببعض لحد مثلا ما تجيب ابيليتي معينة زي الويند بروتكشن، اللي هو ان انت طول ما انت بتتحرك بتاخد دمج اقل ب30%، وتفضل بقى تربط وتربط ساعتك بتكلمني؟ وتربط 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 الشجرة دي ببعضها لحد ما تجيب سكيلات اللي موجودة في الشجرة كلها. فعزيزي المشاهد، انا لحد دلوقتي ليفل 131. ما ده انا من عيله يا بيه ومن بيه يا استاذ عمر، ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان تبقى عارف. طيب ده انا بيه ابن بيه. وادي دقني لو وصلت لربعهم حتى. بص مثلا، يعني انا الحاجات اللي عرفت افتحها ده بيقولك ايه؟ سربرايز اتاك. دي ريج اللي انا بستخدم راديو بسرعة هجوم عشانها. دي الباتل فرينزي. في بقى سكيلز جميلة مثلا مفيدة جدا. هاخدك دلوقتي لموقع الحدث اللي هو انا كليفل 131 بندعس فيه. نرجع لإلمورت. ازيك يا قرع؟ شعب وسخ، زبالة، شوية زبالة انت. خش على الانفنتوري على طول. وعزيزي المشاهد، من غباوتي ان انا بروح عند العمود ده عشان اعمل تشينج لوكيشن. طب ليه؟ ما انا اقدر اعمل كده من اي حتة في الدنيا. ايه الغباوة دي؟ بص بقى يا معلم، كل منطقة مكتوب عليها الليفل اللي فيها بالظبط. ماشي، مثلا منطقة زي ميجورز فارم دي، هتقولي اسمها مايوريز فارم متعرفش تقرا. اقولك لا، ميجورز فارم. هتلاقي الكلمة دي نفس الكلمة دي. بقولك ايه، ما تاخدش من كلام انا بهبد. Goddamn right. منطقة زي دي مثلا، المعلم اللي داخل علينا ده، بص هتعمل فيها ايه؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ تسيبهم يولعوا. يعني انت بتضرب السكيلات وتسيبهم يولعوا. يا علاج. ليتس جو. ايه اللاج ده؟ هيقوم تاني؟ مش هيقوم تاني. مش تقيلة زي ما انت شايف، مفيش فريمات اصلا عشان تحتاج فريمات عالية. و هي ممتعة في بعض الاحيان، يعني في ميني بوسز وفي بوس فايتس وفي بلاوي زرقاء كده، كل ده يظهر قدام. يعني ممكن اخدك لواحدة من ابشع المناطق اللي انا مريت بيها قبل كده، ولحد دلوقتي معرفش امر بيها اسلوب طبيعي. طبعا دوجي هنا هو ملاذك الاخير. ديسابيد. بس مش هستناهم لما يقوموا تاني عشان انا ما عنديش كل ما عايز اتش بي بقى باجي للمعلم ده. عاوز اكس بي اتش بي اي حاجة. عمال يطلعهم. طبعا انت عمال تتقطع وهو دلع لغاية ما في الاخر بيحصل ايه؟ بيموت لوحده عشان السكتات البيرنينج والكلام اللي انا برميها عليه ده. زي ما انت شايف. ابعد طبعا عن الناس اللي بتفرع دي عشان مؤذيين جدا. بقولك ايه ولا هنعمل ايه يا برنس؟ فيما بعد ممكن انت تكتب لي في الكومنتس لو عايزني اقولك احسن بيلد واحسن سكيلز واحسن حاجات، يعني ستيت انت محتاجها تركز على ايه. انا بلعب وورير، لا انا بلعب ماركسمان، انا بلعب مش عارف ايه. فكل واحد بيختلف عن التاني. احنا هنرجع لإلمورت عشان هوريك الحدث الرئيسي دلوقتي. مفتاح مفتاح مفتاح. ايوه
ليتس جو. فين هو؟ Ancient Fortress. اقذر مكان روحته لحد دلوقتي. في اقذر منه بس انا مش فايق. وليتس جو. عملت انا بفور على طول لان المفتاح اللي انا طلعته ده ما بنلاقيش منه اصلا. الرجل الكبير ده طبعا مينفعش تسيبه على قيد الحياة لأنه بيشكل مصيبة. هنا مينفعش تدخل يدوي عزيزي المشاهد. ان انا بفاديها بس من الواضح ان انا عايز اتضرب. طبعا انت مش عايز تشوف الجزمة ده عايز يعمل ايه بس انا كمان مش عايز اشوف هو اللي هو بيعمله. ولا اقول لك تعالى نشوف. شايف الدخلة دي بالستان. اتفضل يا بيه. ايه رأيك؟ ده كان هيموتني بالك البوس اللي انا داخله هيعمل ايه. كنت هقع تحت من غير ما الاسكالات تفتح. طبعا الوقوع تحت ده يعتبر مصيبة وهتعرف ليه لاننا نازلين. ناخد بس شوية بفات ومعايا بصل معايا تفاح بس كده. ليتس جو. في بلاوي زرقاء تحت والبلاوي الزرقاء دي اقل واحد فيهم اصلا ميني بوس فاحنا بسم الله. الساحرة الباردة اللي كانت جاية من شوية دي أمها أو نسخة مطورة منها. الجهاز ده عايز اخلص منه عشان بيقعد يرمي الغاز اهو. اتفضل بقى اتش بي كله راح.
اخوات. الاخوات دول عادي. البرنس اللي جاي ده مصيبة لوحده اصلا، لوحده حملة. معلش يا جدعان اننا مطولين في المنطقة دي، بس الموضوع يعني صعب شوية. مينفعش خاطر. ايوه تعالى. متموتش ليه؟ اتفضل يا جدعان. ايوه ده اللغم بتاعك فين؟ هنموت. شايف اللغم؟ يا ترى في حد وقع المفتاح ولا كلهم بخلة؟ بخلة. كنت هوريك جنة جوه. بسم الله المعين. The Exiled King Chamber. الأوضة بتاعة الملك مش عارف يعني ايه. حملي بقى. الموضوع هياخد مننا مش اقل من 8 دقايق عشان نموته، والضربة الواحدة منه هتجيب من الاخر. ولا الهوا. شفت هو ده التليفون. يا اولادي ادوني فرصة طيب. مفيش اي حاجة يعني، هيظهر في اي لحظة دلوقتي. اوي مربعين.
لازم تموت لازم. هو ده لو كان عملنا الآلة في عباد الله. الله عبدال. لا مش لا بص. هات نايس. هات هوريك دلوقتي ما يسمى بجنة المناوب هنا حرفيا. كل هذه المعدات والاصطفات عديمة الفائدة. يلا بينا هنلوت متع عينيك. على فكرة انا عايز انبهك لحاجة عزيزي المشاهد. الجاموس ده يعتبر نوع من انواع الجوائز، فاهم؟ بحيث ان هو الطريقة الوحيدة انك تجيب جلد، وهو الحاجة الوحيدة اللي مش عارف اقولها لك، اللي بيدمجك علشان تاخد الجايزة، فاهم؟ يعني ده اللي عنده قدرة هجومية ودفاعية والكلام ده كله. بس لا، ما تتعاملش معاه على انه انمي، تعامل معاه لانه ايه، موارد بالظبط، كأنك راح تذبح عشان تاخد لحمة من الاخر. تسلم يا زلطة. في حاجة تانية هنا، والعودة الى المورد. طيب ده كان فيديو النهاردة، وعرفتك على شوية حاجات مهمة في اللعبة. طبعا ده مش الكامل، يعني مثلا انت تقدر تبني حاجات هنا ومعدات واكل واحجار وحاجات كتير قوي متنوعة جدا في اللعبة. تقدر ترصع الحاجات بالجواهر من عند المعلم ده. تقدر تشتري حاجات عادية جدا تقدر تشتريها. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. وتقدر تلعن الحاجات بتاعتك وتطورها. ولا يلعن ميتين امك يالا. تمام. وفي حاجة اسمها رون، تقدر تدي للسلاح بتاعك abilities، وفي اسلحة ذات نفسها ليها abilities. يعني مثلا تعال اديك مثال. هل انت على مدار الحاجات دي، يعني شايف الايتيمز كلها شبه بعض اهي، نفس انواع الخوذ وبتاع، هل انت شفت خوذة زي دي؟ لا. هل انت شفت كتف معدني زي ده؟ لا. طبعا انت شفت خناجر زي دي كتير، بس انا ماشي بابيليتيز معينة. الشيست بليد القديم، هل انت شفت الحاجات دي اصلا؟ بلاش حاجات زي دي، شفتها اصلا في السكة؟ لا. في اماكن معينة بيتجاب منها الكلام ده. بمعنى اخر، طالما خريطة اللعبة واسعة جدا، انت هتلاقي في اماكن كتير قوي حاجات محدش يعرف عنها حاجة. يعني في هنا مثلا ايه، الريني روكس، دي منطقة بتلاقي فيها كنوز جامدة جدا. البات كيف، الهيدن كيف. بعيدا عن الثلاث مناطق الأساسية، في هنا مناطق في التلج بيبقى ليها مهمات لوحدها فيما بعد، يعني لو قتلت الثلاث ملوك دول. فانت اللعبة جامدة جدا إلى أبعد الحدود. فيها طبعا كذا شخصية معاك في كل الرحلة دي، وممتعة في نفس الوقت، وأعداء مختلفين وجداد في كل فترة بيتغير نوع العدو والحاجات دي. مش عارف بصراحة. في الأول وفي الآخر أنت حر،
اللعبة مساحتها مش هتعدي ال 500 ميجا، مش محتاجة جهاز سوبر باور انف سوبر تشالنج اف اكس مش عارف كام، مش هتحتاج الكلام ده خالص. واتمنى ليك ان الفيديو يكون عجبك ومشاهدة ممتعة. اي نعم احنا طولنا بس الكلام ده هيتقص برضه. تمام، واشوفك في فيديو جديد وان شاء الله هيبقى قريب. تمام، مع السلامة. احب اضيف ملحوظة في الاخر، وهي ان التصوير خد مني 37 دقيقة و40 ثانية، والمونتاج خد مني اليوم كامل. يعني معلش انا اسف لو الموضوع رزل، بس راعي التعب اللي اتعمل على الفيديو. يعني اكيد انت لو وصلت لهنا يبقى عجبك، فما تنساش تعمل لايك واشتراك. مع السلامة.